السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من مكتب السياسي مع إحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات. وجاء هذا القرار بعد اجتماع للمكتب السياسي انعقد مساء يوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري، حيث أكد بلاغ للبام أن القرار جاء تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية. وأشار إلى أن القرار جاء في إطار التزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية، ووفق المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، مسجلا عدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية. وأثار المهاجري جدلا كبيرا داخل الأغلبية، حيث ارتفعت أصوات بضرورة تجريده من منصبه رئيس لجنة الداخلية. ويبقى المقعد البرلماني للمهاجر معلقا في انتظار البت بشكل نهائي في مستقبله داخل الحزب.